عليكم، ازيكم يا اصحابي يا اخواتي. النهارده فضفضه قلبي مع رنوش في فضفضه جديده، ولو كلامي مريحكم ممكن تبعتوا لي كومنتاتكم. اسفه علشان هطول عليكم شويه. حصل خلاف كبير بيني وبين جوزي بسبب انه ابن امه، وكل كبيره وصغيره بيروح يقول لها. قبل المشكله دي كانت مامته مش مضايقاني في اي حاجه، بس انت المفروض سوري، يعني انت في ايام الخطوبه المفروض كنت عرفتي خطيبك على حقيقته. هو فعلا في اسرار في الخطوبه بتطلع بره ولا لا؟ انت كل ده ما لاحظتش عليه. لكن بعد وفاه جوزها الفراغ زاد عندها جدا، وبدا طبعا هي قاعده فاضيه، ما وراهاش حاجه تشغلها غير كان جوزها، وجوزها توفى، ما فيش ولا عيل ولا اي حاجه معاها عشان تشغل نفسها بيه. تتدخل بينا بطريقه غير مقبوله بالنسبه لي خالص، لدرجه مثلا وانا وهو في مشوار ترن عليه وتقول انت ما استاذنتش ليه، وهو شخصيته ضعيفه جدا معاها. طبعا ازاي يعني يستاذن؟ هو راجل ومسؤول عن بيته، هينزل من نظرك. كنت بره بيت العيله اصلا، وحاسه اكني في بيت العيله. بيت العيله دوت لعنه، غلطه اي واحده تقبل بنتها تتجوز في بيت عيله، تبقى ليها حياه مستقره بره، حصل ما بينها وبينه مشاكل يعرفوا يحلوها مع بعض. لكن بيت العيله ممكن مامته تتدخل في حاجه، هو مش حاجه صغيره هتكبر. عارفه خارجين جايين معانا فلوس، بعدها كانت علاقتي حلوه بيها، لكن لقيتها فجاه بتقارني بسلفتي اللي انا مش معاها في نفس البيت، وانا كنت بتقي ربنا فيها، وتكذب وتقولي سلفتك عملت لي كذا وكذا، رغم ان انا عارفه انها بتكذب، وبتروح تشتكي لجوزي وهو بيقول لي. طبعا حضرتك كانت مقارناها ما بينها وبين سلفتها، حتى لو سلفتها كويسه هي هتكره سلفتها. ما يفرض هي سلفتها ما فيش ما بينهم وبين بعض كيمياء، وطبعا لما تيجي تقارنيها بيها هتتضايق منها اكتر. ساعتها جبت اخري، اللي هو انت مش محتاجه او تضربينا في بعض عشان نهتم بيكي، انا كده كده بعاملك احسن معامله. ده كله حصل خلاف بيني وبين جوزي، وقلت كل اللي مضايقني، وكنا قررنا هنطلق. فهي كانت موجوده وهي اساس المشكله. انا قلت لك طبعا هي دلوقتي هي قاعده فاضيه مش وراها حاجه غيرك. طبعا هي انا ما اعرفش في بيتعمل كده مع سلفتك وجوزها ولا لا، الله اعلم، ممكن متعلقه بجوزك انت اكتر. فقلت لها انت خربتي بيتي وغلطتي في جوزي، انا معترفه. قلت له ان انت ابن امه، طبعا ابن امه ده حاجه مشكله، اللي هو مش هتحس ان هو نزل من نظرك، انت مش عارفه تتعاملي معاه، هتحس ان هو مش قد المسؤوليه بتاعتك ولا قد بيته. بس انا ما زلت مقتنعه انه ابن امه وما فيش حاجه اتغيرت. المهم كنت اتصالحت انا وهو، ورجع حصل خلاف تاني معاه. فقال كل اسرار بيتنا، وكان قاعد بيشتكي ويشتم في اخوه في حاجه معينه. قمت من كلامه وقلت حاجه على اخوه غلط فيها، بس مش شتيمه ولا كلام، وهو كلام عادي. طبعا انت غلطتي، انت عارفه اللي هو ابن امه، يعني ممكن في اي مشكله ما بينك وبينه هيروح يفضحك، حتى لا كله هيقول ليه بتتكلم على اخوه، هو بيتكلم على اخوه، انت ما كانش ينفع تتكلم عشان عارفه جوزك ايه. بس راح قال لاخوه واحنا كنا متصالحين اصلا، يعني كمان يعني هو انت كنتوا متصالحين وراح خبص عليك، هو كده معناه خبص. مش موضوع بقى ابن امه مش ابن امه، هو في ده مش حلو. وقال لامه كل كلمه بينا، لدرجه قعد يقول لها دي بتحلم بكوابيس وهي نايمه. طبعا ده هو خرج كمان اسرارك وانت نايمه، افرض انت مش عارفه هو برضو تفكيره ازاي. حرفيا والله العظيم ما ساب حاجه غير لما قالها طلعني شيطان. طب انت كملتي ازاي؟ انت عرفتي تتعاملي معاه ازاي بعد ما هو كمان طلع اسرارك في القعده؟ بس انا ما كنتش قاعده في القعده دي، كان ممكن لما ارجع اطلع نفس الملاك واقول الكلام اللي هو قايله على اخواته واطلع اسراره، بس ساعتها هكون خسرت انسانيتي وامانتي بيني وبين نفسي. طبعا انت خارجه من بيت ناس محترمه واهلك عرفوا يربوكي. رجعت له عشان اربي ابني، وعنده في اهله اللي كانوا عايزين، وعند في اهله اللي كانوا عايزين نتطلق. وراجعه بصراحه بعمل كل اللي انا عايزاه، وماليش علاقه بحد في البيت. طب كويس، انت برضو موقف حلو. سلام عليكم. وعليكم السلام.
ولا بقيت شغله دماغي يروح يحكي لامه، عشان انا ادركت انه طبعه مش هيتغير. طبعا هو كده طبعه مش هيتغير، بس بنت الله يكون في عونك اللي انت عارفه تكملي معاه، بس انا مش حاسه معاه بالامان، متوقعه منه الغدر في اي لحظه. طب دي مش عيشه، اولا دي مش عيشه. تقولي بقى عايشه لابنك لحياتك، انت ممكن تستقر بنفسك. حاسه اني مش حياه سويه، ومش قادره اسامحه ولا اتجاوز. حاسه اني عايشه معاه بوش غير وشي، اللي بتعامل معاه بحاجه واللي جوايا حاجه تانية، ومش قادره اتعامل معاه بقلب تاني. طبعا انت عايشه مع بني ادم مطلع اسرارك، هتتعاملي ازاي بقلبك وهتديله الامان ازاي؟ مثلا في حاجه مضايقاكي من اهلك، هتعرفي تحكيها له؟ هتخافي طبعا تحكي. امال انت عايشه يعني انت مش فاهمه كده، انت تعبانه. فضلت اسال نفسي، هو كنت استاهل ده يحصل لي؟ حاسه برضو نفس الشعور معاه، مخوني برضو. لما بحاول اصلح علاقتنا وافكر اجيب له حاجه، برجع افتكر اللي قاله عليا، وبحس ان انا اللي ما استاهلش. طبعا هو ما يستاهلش اي حاجه منك، ولا منك ولا من ابنك. انا مش سعيده معاه، سعيده ظاهريا فقط. هتقول المشكله فين؟ هقول لكم المشكله بالنسبه لي نفسيا، بس انا مش مرتاحه باللي انا بعمله. واحنا رجعنا من 3 شهور وعلاقتنا حلوه على فكره، بس من غير ما نتعاتب. ازاي اتجوز اللي بيعمله ده؟ طبعا مش ما فيهاش تجاوز. انت هتعملي ايه؟ هو كل حاجه بيعمل، انت هتديله الامان ازاي؟ ما فيش امان لكده. يا جماعه يا ريت تبعتوا لي كومنتاتكم وتقولوا لي رايكم في القصه دي، ويا ريت تشوفوا لها حل، ونقابلكم في قصه جديده من فضفضه قلبي مع رنوش. السلام عليكم.